عسلامة، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وبخير ومهنيين. ان شاء الله اليوم جبت لكم حلوى تقليدية تاع زمان، عاودنا ولينا ليها، اللي هي المشقوق او المشقق تاع اللوز ماشي تاع الفرينة. رايحه نديرو معاكم على طريقتي، ضفت له حشوه بزاف بزاف بنينه تخليه يجي معلك وطري تهبل. نروحوا نشوفوا، قبل ما نروحوا نشوفوا المقادير وكيفيه التحضير البنات، ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو، تخليوا لي تعليقاتكم المحفزه، هكا حين تساعدوني وتحفزوني باش نبقى نحط لكم وصفات جديده وناجحه. كما اني نرحب بالبنات الجدد بكل، يعني سواء بنات او اولاد، نقول لكم مرحبا بكم في قناتكم. هذا هو المشقق او المشقوق، راني قسمته معكم في اول الفيديو باش تشوفوه كيفاش يجي معلك وطري. واللون ما عندنا ما نقولوا، شوفوا زي ما لا كولور تهبل تهبل. كاين سر البنات في تاع التشقاق باه يجيكم مشقوق مليح، رايحه نعطيه لكم في لا فيديو. وهذه هي الحلوه تاعنا، سهله مهله، طريقه توجد مليحه للعراس مليحه للمناسبات. انا هنا خدمت ب 500 غرام لوز، عطاني تقريبا 28 حبه، يعني حبه متوسطه ماشي كبيره بزاف وماشي صغيره، دوك تشوفوا الميزان. لهنا 500 غرام لوز تقابلها 250 غرام سكر ناعم، عندي 3 بياض بيض، مغرفه كبيره ونصف من الفرينه، عندي مغرفه كبيره تاع لافاني، وهذاك الملون الاحمر اللي شفتوه معايا تاع فريكتا، وعندي نص باكي خميره من تاع لا ليفور. لهنا في الغيسيبيون تاعي حطيت اللوز البنات لهنا رايح يكون مرحي، يعني بودغ، بصح ما يكونش غبره غبره كيما تاع طمينه اللوز ولا تاع الكفته، نو، يكون شويه يعني عليهم شويه برك، بصح المهم يكون مرحي مليح مليح. نضيف عليه هنايا السكر تاعي اللي لازم نغربلو، السكر الناعم. قلنا 250 غرام سكر ناعم مع 500 غرام اللوز. البنات لهنا ما يجيش حلو، يعني هذه هي الوصفه التقليديه والاصليه، يعني ما نبدلو فيها، ما نزيدو ما نقصو. دونك هذه هي، رايحه نخلطهم مع بعضهم مليح مليح، ونضيف عليهم المغرفه ونص تاع الفرينه، عندك لافاني، ونضيف الخميره. البنات هنا درت نص باكي كيما راكم تشوفوا، يعني نص مغرفه كبيره تاع الماكله. نخلطهم مليح مليح هاد النواشف مع بعضهم. فوالا هذا هو اللوز تاعي، لازم يكون بودغ يعني غبره. فوالا، ورايحه نلم الخليط تاعي بالبياض البيض. كاين البنات لهنا اللي عادوا يلموهم بالبيضه كامله، تاني معليش، مي يعني انا نعطيكم الوصفه التقليديه والاصليه على اصولها، وانتم كيما تحبوا تلموا بالبيضه كامله بالعظمه كامله، لموا. دونك لهنا واش درت، حطيت لها لاغوم البنات، راني ما ذكرته لكمش، يعني هذاك اضافه من عندي، درت لاغوم تاع الكرز. دونك حطيت مغرفة صغيرة من معطر الكرز، وضفت عليه كيما راكم شفتوا الملون تاعي الاحمر على راس المغرف، ما تكتروش باش ما يجيكمش اللون غامق بزاف. دونك هذه هي، انا هنايا راهو ديجا جاني غامق، بصح من بعد كي نلمو دوك تشوفوا اللون اللي يعطيه لي هايل روعه. رايحه نبدا نلم اللوز تاعي بهذاك البيض البنات لهنا انا درت بياض بيضتين، يعني هنا ما زلت ما ضفتش البياض تاع البيضه الثالثه باسكو ما تلمتليش مليح. فوالا شوفوا لهنا هادو الزوج اللي درتهم، ما يعني مازال هنا يحتاج البيض. درك نزيد ندير بياض البيضه ما ضفت لها والو، كيما راهي كيما راكم تشوفوا. رايحه نكمل نجمع بها الخليط تاعي، نضيفها كامل ونجمع الخليط تاعي مليح مليح. فوالا بهذه الطريقه، شوفوا اللون اللي عطاه لي هايل هايل. البنات اللي ما يحبوش اللون هكا يعني فونسي، تقدروا يعني المعطر يكفي، لكن درتو معطر هذاك هو اضافه برك، تقدروا ما ديروهش وتخليو ديروا غير الملون. فوالا شوفوا اللون اللي تحصلت عليه لهنا البنات، هذا اللون راح يبان لكم هكا غامق، من بعد مع الطياب راح يزيد يفتح شويه، يعطيني واحد اللون هايل هايل. فوالا هذه هي العجين تاعنا، تكون طريه كيما هذه، ما تكونش يعني يابسه وما تكونش طلقه روحها.
لهنا واش راح نحتاج بعد ما لميت العجين تاعي؟ نحتاج اللوز والبندق والسكر اللي راح نرمد فيه الحلوى تاعي. وعندنا لي كيسات هادو البنات ما تنساوش ترشوهم بالفارينه باش ما يلصقش المشقق تاعي كي نحطو ما يلصقش فيها. اكو على بالكم باللي مخدوم غير بالسكر ولوز والعظام. دونك يلصق لنا لازم نديروا الرشه هذيك تاع الفارينه في لي كيسات. لهنا البنات في الميزان واش درت؟ انا درت 30 غرام، يعني وزنت الحبه على 30 غرام كيما راكم تشوفوا. اللي يحب الحبه كبيره يقدر يوزن حتى 35 غرام. اللي يحبوا الحبه عاديه يعني راهي عاديه، نبقى ناكد لكم باسكو حنا هنايا هنا في الشرق ما نديروش حبه كبيره تاع الكاطو بزاف. دونك 30 غرام راهي تجينا سوا ومليحه. اللي يحبوا الحبات الحلوه تاعهم كبيره بزاف زيدوا في الميزان وخلاص. انا هنا درت 30 غرام بهذه الكميه تاع 500 غرام لوز هاي حتعطيني 28 حبه قد فوالا البنات كيما راكم تشوفوا. نرمدها في السكر، ما نرمدوهاش يعني ندخلها في السكر مليح تهز السكر بيان، ونرشقها بحبه لوز نحطها في الكيسات. فوالا هذه هي الطريقه. لهنا حنعت لكم طريقه ثانيه، يعني الحشو اللي درتو الثاني. لهنا حبيت ندير اضافه، درت بالشوكولاته الطلي. حطيت شويه من الشوكولاته تاع الطلي مع حبه بندق وحشيت الحبه تاعي. فوالا كيما راكم تشوفوا. لهنا المبتدئات ما ننصحكمش باسكو راح تعياو بزاف معاها وما تعرفوا لهاش. من الافضل ديروا كيما قلت لكم الوصفه التقليديه، ما تجيش محشيه خلاص، يعني كور وحط في السكر وخلاص. لهنا حنعطيكم واحد السر تاني البنات باش تتلم لكم هذه هكا كي تكوروا الحبه تاعكم. في الاخير قبل ما تحطوها في السكر بلوا يدكم وعاودوا يعني بلوا هذيك الحبه تاع الحلوه ودكوها في السكر. هذا هو السر اللي راح يخلي الحبه تاعنا تتشقق. فوالا البنات ان شاء الله يعني تكونوا فهمتوني. ديما قبل ما تحطوه في السكر انا عطيتكم السر هذا، وان شاء الله ديروا لي جيم وتخليوا لي تعليق هكذا باش ما تحفزوني تخليونا يعني نعطيوكم الوصفات بها بالاسرار تاعها. دونك هذه هي. شوفوا البنات لهنا راني درت الشوكولا ودرت البندق. كورت العجينه تاعي، رايحه نحط يدي في الماء. راني مزربه باك الفيديو ما يبانش، راني قاعده نحط يدي في الماء ونعاود نكور ونحطها في السكر باش تلم لي السكر وتتشقق لي مليح. من بعد كي طيب رايحه نطيبهم على درجه حراره منخفضه، يعني ندخل من الفور يكون سخون من قبل على درجه 160 درجه. نشعل غير من تحت يطيبوا مدة 7 دقائق. رايحه نزيد نحل عليهم من فوق كيما راكم تشوفوا هكذا باش يتشقق. راهو في الفرن حليت عليه شعلت عليه من فوق مدة 5 دقائق 4 دقائق 5 دقائق ماكسيموم باش يتفلق هكذا ويتشقق. رايحه نقول لكم مده الطهي راهي من 10 حتى ل 15 دقيقه با بلوس، باسكو على بالكم به راهو كيما لي ماكارون كيما المخبز، يعني يدخل دقيقه للفرن ويخرج. سينو كنت تخليوه يطول شويه ولا يتبدل لونه رايح يجيكم يابس. هاني قلت لكم البنات. دونك لهنا بعد ما طابلي راكم شفتوني انا كاين اللي بدلت لهم لي كيسات، كاين اللي لقيت لي كيسات تاعهم كيما راهم عاودت نفضت الفارينه اللي فيهم وعاودت حطيت له الدونتيل وحطيتهم في الكيسات عادي. دونك هذا هو المشقق تاعنا. شوفوا لي كيفاش جا مشقق الله يبارك. اللون تاعو يهبل، تقدروا تبدلوا اللون ديروا واش حبيتوا، تحبوا ديروا اصفر يعني ذوق الليمون، تحبوا ديروه اخضر، المهم ديروا اللون اللي يعجبكم. انا هذا يعني اللون المفضل عندي، نحبه احمر هكا. دونك هذه هي الوصفه تاعنا. يا اخي شتوني في بدايه الفيديو كي قسمته لكم اكو شتو كيفاش يجي طري ويجي معلك يهبل. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. نقول لكم كاينه ملاحظه برك كي تحبوا كي تخدموها البنات لازمكم تخبيوه، ما يحبش الهواء راهو كيما لي ماكارون. دونك ديروه في دون اون بواط كيما درتو انا هنا، قفلوا عليه وخبيوها حيقعدوا لكم مده طويله. ان شاء الله الفيديو تاع نهار اليوم ينال اعجابكم، نخليكم على خير، مع السلامه.